حاجات لازم تعملها قبل ما يخش عليك رمضان لو انت ثانويه عامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه اقول لكم الحاجات اللي المفروض تعملوها قبل رمضان لو انت ثانويه عامه، وهقول لكم ايه الحاجات اللي المفروض تخلصوها وايه كل حاجه هتابعها معاكم. اول حاجه لو انت ثانويه عامه فانت دلوقتي قدامك حوالي 20 يوم، يعني احنا النهارده 3/3 فحوالي قدامك 20 يوم على رمضان. فانت المفروض تبقى داخل رمضان مستريح. يعني ايه؟ يعني مخلص كل الحاجات التقيله اللي عليك، كل الحاجات المراكمه عليك المفروض ان انت تبقى مخلص. كنت نزلت لكم فيديو من كام يوم في جدول مذاكره ان انتوا المفروض تذاكروا فيه. طب انا شخص ما بعرفش اذاكر جداول، ما بركزش، ما بهتمش بالجداول، ما بمشيش عليها، بعمل الجدول وما بمشيش عليه. تمام، ممكن اعمل جدول يومي ان انا اصحى من اليوم انا هذاكر النهارده مثلا كيمياء، هذاكر النهارده تاريخ، هذاكر النهارده جغرافيا، احدد الشابتر اللي انا هذاكره واقعد اذاكره. لازم تلموا نفسكم وتلموا الدنيا اللي حواليكوا دي قبل رمضان، لان لما هيخش عليكم رمضان، اولا رمضان بيبقى اغلبه يعني طول اليوم بنبقى صايمين فالتركيز مش هيبقى عالي. هنيجي بعد الفطار هنبقى لسه فطرانين ومهمدين وجسمنا مهمد، فبرضه التركيز هنبقى عايزين ننام اكتر. في يعني الجو في رمضان ما بيبقاش احسن حاجه في المذاكره. هبقى انزل لكم فيديو المواعيد اللي انتوا تذاكروا فيها وكل الحاجات دي كمان شويه لما نقرب على رمضان اكتر. انا دلوقتي المهم عندي ان انتوا تلموا المتراكم حواليكم. يعني مثلا ابداوا باللغات دلوقتي، لو متراكم عليكم لغات ابداوها، اللغات سهله جدا ان هي تتلم، سواء انجليش، الماني، فرنساوي، ايطالي، لغه تانية ايا كانت ايه هي اللغه. الانجليش عبارة عن كلمات وجرامر. لو ذاكرتوا الكلمات وانتوا كويسين فيها وفاضلكوا الجرامر، فالجرامر ده حاجة سهلة جدا 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 ان هو يتلم، مفهوش اي افتكاسة، مفهوش اي حاجة صعبة. فبالنسبة للانجليش ان هو يتلم، احفظوا كلمات بالورقة والقلم، مش شفوي كده، لان الشفوي ده هتنسوها، ممكن تقعدوا فاكرينها اسبوع اسبوعين لكن بعد كده هتتنسى. فانتوا عشان تذاكروا صح ذاكروا بالورقة والقلم، ذاكروا بالورقة والقلم. جرامر هاتوا فيديو تلخيص كده للجرامر سريع، مش هقول لكم اسمعوا فيديو شرح من الاول. اصلا جرامر مش صعب خالص، واغلبه حاجات احنا واخدينها قبل كده، هو بس في كام تركايه في كل جرامر، في كل يونت، في كل حاجه، فانتوا بتبقوا هتعرفوها بعد كده خلاص الدنيا بتبقى تمام معاكم. فانتوا بالنسبه للانجليش او اللغات احفظوا كلمات، ظبطوا الدنيا في الكلمات وخدوا الجرامر. علمية بقى زي الفيزياء، الكيمياء، الحاجات دي شوفوا ايه الحاجة التقيلة اللي معاكوا ولموها. يعني مثلا لو انتوا مظبطين الفيزياء الحديثة مثلا، يعني هو معاكوا الاول 4 ابواب في الاول، ذاكروا ال4 ابواب او ذاكروا بابين. يعني حاولوا تظبطوهم، خلوا السهل للاخر، ابدأوا بالصعب عشان بعد كده لما تيجوا للسهل تلاقوا الدنيا معاكوا سهلة وحلوة ولذيذة. تمام. الكيمياء برضو بيتهيألي ان الكيمياء العضوية هي اتقل فرع، بس اخف شوية من اللي في الاول، فانتوا شوفوا ايه اللي واقع معاكم واظبطوه. التاريخ تقريبا الفصل اللي هو الصعب خالص اللي هو بتاع محمد علي. طبعا كل واحد على حسب هو بيذاكر ازاي، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب هو بيعرف يستوعب منين. كل اللي انا عايزاه ان انتوا لما يخش عليكم رمضان تبقوا تمام بيرفكت، معاكم المواد كلها، داخلين مستريحين. ده هيبقى راحة ليكوا انتوا، هيبقى راحة نفسية ليكوا انتوا قبل ما يكون لأي حد غيركوا. ان انتوا تبقوا داخلين مستريحين، هتعرفوا تذاكروا، هتعرفوا تحلوا، مش تبقوا متوترين وتقولوا احنا ما مش مخلصين، انا هذاكر ايه ولا ايه، انا هذاكر للدروس ولا هذاكر المتراكم، طب هحفظ للدرس ولا هحفظ المتراكم عليا، وبعدين ده فاضل شهرين، هل ان انا هلحق؟ خلاص يا جماعة، خلاص كلها شهرين 3 شهور والدنيا هتتلم وهتخلصوا الرحلة دي. هانت هانت يا ثانوية 2023، هانت خلاص. كلها 3 شهور وتخشوا الكلية اللي انتوا نفسكوا فيها وتجيبوا المجموعة اللي انتوا نفسكوا فيها ان شاء الله. وربنا يديكم، ربنا يديكم فوق ما تتوقعوا. ويفوق كل واحد مش فايق، كل واحد بيضيع نفسه يفوق. فان شاء الله خير. وهقول لكم برضو على كام حاجة تعملوها في رمضان هتساعدكم ان انتوا تذاكروا. في رمضان بقى يا ريت ما نتابعش تلفزيون. انا عارفه ان المسلسلات، ولا يا ياسمين يعني مش هنتابع التلفزيون ازاي، احنا عايزين نتفرج على التلفزيون، عايزين نسمع التلفزيون ونقعد وكده ومسلسلات وكده. بصوا المسلسلات بتتعاد وبتتزاد لكن مستقبلكم مش هيتعاد. المسلسلات بعد رمضان لما بيخلص بتتعاد وتتزاد على القناة، مش بتلاقوا اللي يتفرج عليها، وبتنزل على اليوتيوب وبتنزل على حاجات كتير.
فموضوع المسلسلات سهل جدا ان انتوا تتفرجوا عليه بعدين، بس انتوا لو قعدتوا تابعتوا تلفزيون هتضيعوا الوقت هيضيع منكم. فانتوا احنا مش عايزين نضيع وقت ومش عايزين نعمل حاجات كتير، احنا عايزين نلم نفسنا عشان نيجي اخر السنة نفرح. فان شاء الله خير، ربنا معاكم. وانا كل يوم هنزل لكم فيديو زي ما انا وعداكم، او يوم بعد يوم ان شاء الله. انا معاكم وفي ظهركم، وان شاء الله تخلصوا السنة دي على خير وتجيبوا مجموع حلو. وبس هتوحشوني جدا جدا، اشوف فيديو الجاي. باي باي.